ومن أشهر الأطباق التونسية الكسكسي، وهو أحد الأطباق الأساسية لدى جميع العائلات التونسية. ويتكون من حبات الكسكسي المنعدة من طحين القمح والمطهن ومع اللحم والخضروات والبهارات. كما وتتميز بعض الجهات بإعداد الكسكسي بالسمك كمدينة بنزرت الطاجين، وهو يحتوي على مزيج من اللحم أو الدجاج والبيض والخضروات والبهارات، ويتم طهيه على نار هادئة. وأطباق آخر من تنوعها كالنواصل والأرز والبرغل والمكرونة بالصلصة بأنواعها سواء كانت باللحم أو بالدجاج أو بالسمك. وأطباق عن المرقة كمرقة البطاطا ومرقة الجلبانة ومرق الخضرة ومرقة اللوبيا والمرمز، وهو عبارة عن مرقة حمص وبصل ولحم، ومرقة القمالح ومرقة القناوية والملوخية والعجت والشكشوكة والبريك. والشربة بأنواعها كشرب الشعير أو لسان العصفور أو شرب العدس، وصحن الكفتاجي والصحن التونسي، وطبق المقلي العادي أو المقلي بسمك، وأطباق المشوي والمصلي بالفرن بأنواعها الكثيرة.